السلام عليكم البنات، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير وانتم كتشاهدوا الفيديو ديال اليوم. مرحبا بكم معايا في وصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم كيكه طبقات بالبرتقال. صراحه هاد الكيكه كتجي ساهله بزاف واقتصاديه، ما كتاخذش لينا الوقت بزاف وسريعه في التحضير. اول حاجه غادي ندوزو باش نحضروا الكيك ديالنا، اللي غادي نحتاج 5 د المعالق من كل حاجه. عندي هنايا 5 د المعالق ديال الحليب، وغادي نحتاج 5 د المعالق ديال زيت المائدة، هنا 5 د المعالق كبارين. وغادي نحتاج بيضة واحدة، و5 د المعالق ديال سكر السنيدة، والدقيق عندنا على حسب الخليط، وعندنا خمارة حمراء من وزن 8 غرام. اول حاجة في الاناء اللي غادي ناخد قشور ديال برتقال، غادي ناخد واحد الليمونة وغادي نحكها بحال هكا، غناخد غير القشرة ديالها كما كتشوفوا على هذا الشكل. من بعد غادي نزيد عليها 5 د المعالق ديال سكر السنيدة، وغادي نزيد عليها بيضة واحدة. البيضة تكون بحرارة المطبخ، يعني نكون جابداها من قبل من الثلاجة. صافي، وغادي نضرب كل شيء مزيان بالضرب اليدوي، ما غادي نحتاج لا ضرب كهربائي لا حتى حاجه، غير بالضرب اليدوي. غادي نحاول انني نخلط حتى يذوب ليا السكر السنيده. من بعد غادي نزيد 5 د المعالق ديال زيت المائده، كما كتشوفوا ربع الكاس ديال العنبه. وغادي نضيف 5 د المعالق ديال الحليب. صافي، وغادي نزيد واحد قبيصه ديال الملح غير شويه، وغادي نخلط المكونات مزيان. صافي، هنايا من بعد ما خلطت المكونات ديالي مزيان، غادي نبدا نزيد في الدقيق اللي مغربل من قبل. غادي نزيد بشويه بشويه حتى يتجمع ليا الخليط. مهم عينكم ميزانكم على حسب كل واحد والنوعيه ديال الدقيق اللي كيخدم بها. انا هنا غادي نبدا نضيف غير بشويه بشويه. خدات معايا العجين 7 د المعالق كبارين ديال الدقيق، وغادي نزيد خمارة حمراء من وزن 8 غرام، حتى هي غادي نغربلها وغادي نضيفها من فوق الخليط. صافي، هنايا غادي نبقى نخلط وانا كنشوف الخليط ديالي واش خاصو مازال دقيق. الا كان خاصو غادي نبقى نزيد حتى يتجمع ليا الخليط. كما قلت لكم انا هزات ليا 7 د المعالق كبارين ديال الدقيق، وانتم كيبقى على حسب الدقيق اللي كتخدموا به. انا كما كتشوفوا كنحاول انني نشكل 8 بالخليط، ما جاتنيش. من بعد غادي نعاود نزيد الدقيق حتى يتجمع ليا الخليط مزيان. صافي، هنايا كما كتشوفوا بدات كتشكل ليا رقم 8، يعني الخليط ديالي راه مزيان هو هذاك. هنايا الفران غادي يكون مشعل من قبل، غير من التحت يكون سخون. وهنا كناخد المول اللي غادي ندخلو للفران واللي غادي ندير فيه الخليط ديالي. غادي ندهنو بالزيت وغادي نرشو بالدقيق كما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. من بعد غادي نخوي الخليط ديالي. صافي، هنايا غادي نبدا نقاد فيه بحال هكا، وغادي ندخلها للفران طيب ليا من التحت، وغادي نشعل عليها من الفوق باش تحمر.
من بعد ما خرجت الكيك ديالي من الفران كما كتشوفوا هنايا راه تحمرات، غادي ناخذ واحد الفورشيط وغادي نبدا نثقب فيها بحال هكا باش نسقيها وهي تكون سخونه. هنا راه باقا يلاه جبتها من الفران، يعني راه باقا سخونه. صافي غادي نبدا نثقبها بحال هكا بالفورشيط كما كتشوفوا راها كتجي رطبه. كاع ما تحتاج انكم تسقيوها، ولكن انا غادي نسقيها باش تجي رطبه اكثر. هنا غادي نسقيها انا بالحليب. يمكن لكم تسقيوها بعصير البرتقال اولا تصايبوا شي سيرو من الاختيار ديالكم. انا هنايا اكتفيت غير بالحليب باش سقيتها. كتجي هشيشه ورطبه بزاف هاد الكيكه صراحه. صافي من بعد غادي نحط الكيكه جانبا وغندوز نحضر طبقه ديال الكريمه. هنا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال النشا يعني مايزينا، وعندي 2 كيسان كبار د الحليب و2 معالق ونص ديال السكر السنيده وكيس بنكهه الفانيلا. هنا كما كتشوفوا غادي نخوي الحليب هو الاول في الكاسرونه وغادي نوضع 3 ديال المعالق كبار كما كتشوفوا عامرين ديال النشا. من بعد غادي نزيد عليهم سكر الفانيلا وغادي نزيد 2 معالق ونص ديال السكر السنيده. المهم الحلاوه كتبقى على حسب الرغبه، انا اكتفيت ب2 معالق ونص. صافي غنخلطو كلشي على البارد. من بعد غادي نحطوه فوق النار مع التحريك المستمر. هنا كما كتشوفوا من بعد ما قادت ليا الكريمه، هذا هو الشكل ديالها كيفاش كيجي. غادي ناخذ الكيكه ديالي وغادي نخوي في فوقها الكريمه ديالي البيضاء وغادي نحاول انني نسرحها هكا مزيان كما كتشوفوا كاع البلايص هكا نسرح فيهم الكريمه على هاد الطريقه هذه كما كتشوفوا معايا. صافي ومن بعد غنوضعها في الثلاجه تاخذ شويه تشد راسها ونخرجها. غندوز باش نحضر الطبقه الثالثه اللي غنحتاج فيها كاس ديال البرتقال وغادي نحتاج 2 معالق ونص ديال السكر السنيده وواحد فلون بنكهه الفاني، فلون ديال الدرهم. هنا غادي ناخذ كاسرونه وغادي ندير فيها الكاس ديال الليمون وغادي نزيد فوقه سكر السنيده هنا 2 معالق ونص وغادي نزيد الفلون ديال الدرهم. صافي وغادي نحاول انني نخلط كلشي مزيان هنايا في البارد. عاد من بعد غادي نوضعها على النار. هنايا غادي كما كتشوفوا غنحاول انني ندوب دوك الحبيبات ديال الفلون ندوبهم مزيان. عاد من بعد نوضعها على النار حتى تغلى ليا مزيان مزيان. ملي تشوفوها انها غلات عاد ديك الساعه نحيدوها. كما كتشوفوا هنايا راه باقا جاريه ولكن راه من بعد كتشد راسها، ملي كتبرد كتقبض في راسها. غناخذ عاوتاني الكيكه ديالنا وغادي نخوي من فوقها ديك الكريمه اللي صايبت ديال البرتقال. كما كتشوفوا انا كنصفيها يكون هكا باقي فيها شي فريتات هكا ديال البرتقال باش ما يديروش ليا فوق الكريمه ديالي، يعني تبقى ليس. كما كتشوفوا انايا صفيتها. شفتوا هنايا الطريفات ديال البرتقال اللي بقاو، من الاحسن انكم تصفيوها. صافي وغادي تقادوا الطبقه ديالكم مزيان على هذا الشكل هذا وغادي تدخلوها للثلاجه حتى تشد في راسها مزيان وتبرد. عاد من بعد غادي نزينوها. صافي هنايا من بعد ما خرجت الكيكه ديالي من الثلاجه كما كتشوفوا انا زينتها على هذا الشكل هذا. يمكن لكم تزينوها بالطريقه اللي بغيتو نتوما. كما كتشوفوا الطبقات ديالها كيفاش كيجيو، طبقه ديال الكيك والطبقه البيضاء والطبقه ديال البرتقال. صراحه هاد الكيكه كتجي رائعه بزاف. هنا غادي نحاول نقطع لكم واحد الطريف باش تشوفوها عن قرب كيفاش كتجي. كما كتشوفوا معايا الصراحه كتجي كيكه زوينه بزاف واقتصاديه. مكونات ديالها بساطين وموجودين في اي دار. سهله في التحضير ودغيا دغيا كتوجد، يعني ما كتاخذش معنا الوقت بزاف. نتمنى تجربوا الوصفه ديال اليوم وتخليو لي في التعليقات كيفاش جاتكم ونشوفكم في فيديو جديد.